السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذنك يا شيخنا سؤال ادخل بس. عبد الرحمن اللي ضاع يا عبد قصة الرحمن. خالد الهذلي وعبد الله العميس. ضاء أول باب. ضعيفة الإسناد قصة خالد الهذلي التي بنى عليها بعض العلماء شيء اسمه صلاة الطالب، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن خالد الهذلي يجمع الجموع بعرفات للانقضاض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لي به؟ فقال الصحابي نيس، عبد الله بن نيس: أنا يا رسول الله، ولكن إذن لي أن أقول فيك قولا. فأذن له فذهب وتكلم في شأن النبي، لكن سأل النبي: ما أعرفه يا رسول الله، ما علامته؟ قال: علامته أنك إذا رأيته أخذتك قشعريرة. حضرت الصلاة فصلى بالإيماء حتى لا يعرف الحديث ضعيف. بعدين كمان سؤال يا شيخ. لو واحدة اتكلمت مع واحد، هي مطلقة، الواحدة دي اتكلمت مع واحد هي ما قربهاش أي حاجة، اتكلمت على بنت أخوها بالوحش وفرقت ما بينها وما بين صاحبتها، حكم دول وهم لما هو كذب ما عملناش كده، بس الواحدة دي حكت لمرات عمي يعني أقول لك حكمها إيه؟ يعني ما هو حكمها معروف لدى الناس، كذبت عليها واغتابتها، وهذه كبيرة وتلك كبيرة. شكرا.